بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. شوية موضوعات بسيطة كده هنتكلم فيها بسرعة. أول حاجة مؤسفة ومؤلمة ولفتت نظري وأصابتني بالقرف. طبيعي ان احنا مواطنين نايمين في بيوتنا وفي اشغالنا وبنمشي في الشارع وعندنا ثقة ويقين ان عندنا كبارا بيقوموا بامورنا ما بين مسؤولين ونواب. لما يقبض على مسؤول فاسد طبيعي ما فيش حاجة بتبقى يعني مكتملة. اي قطاع في الدنيا في البلد او في غير البلد بتلاقي فيه لازم بعض النماذج كده بتتصدى ليه أجهزة الرقابة وبتقبض عليه عادي. موظف ما اكتشفوش انه مرتشي على مدار 40 سنة، اكتشفوه هو مستشار الوزير او هو عضو منتدب، وهنتكلم في ده دلوقتي. لكن يا اخي، موقفي كمواطن مع أجهزة الدولة موقف لا يكتمل وانا وحيد. يكتمل باني ابعت لهم نايب عن طريق الصندوق، بقول لهم ده النائب بتاعي اللي هيشوف مصالحي وحقوقي. النائب بتاعي لما يطلع غشاش يبقى مصر لازم تقف انتباه وتقول لي هتعمل ايه. نائبة في مجلس النواب اعتقد ضبطت اثناء الامتحان في تالتة حقوق بتغش. السؤال هو ده اول غش في حياتها ولا الاخير؟ ده واحد. اتنين، طب يا استاذ هيثم عادي، ما انت قلت ان كل قطاعات الدولة فيها كده وفيها كده. بس اطهر نفسي. يعني النهارده لما قبضوا على مستشار وزير التموين، مستشار وزير التموين ما توسطلوش. الرقابه الاداريه ما قالتلوش بعد اذنك يا سياده الوزير احنا هنقبض على الراجل بتاعك، لا دي نطت خدته، اسف يعني راحت خدته ونعيش بقى. مش كده؟ ففكره ان مؤسسه تطهر نفسها لا بديل عن ذلك. عندنا في الداخليه بيطلع ضابط مش كويس بيتحاكم بيتحبس في اي جهه، ده المفترض عشان نحافظ على مؤسساتنا نزيهه وشريفه. طيب لما يبقى عندي في مؤسسه البرلمان نائبه ضبطت متلبسه بالغش، حد هنا هيقول لي يا استاذ هيثم عادي ما كلنا كنا بنغش واحنا صغيرين. اقول له لا، تعال شوف يا صديقي، نمره واحد هي غشت وثق تماما اللي بيغش بيغش. ما تقوليش كنا بنغش واحنا صغيرين، ده واحد. اتنين، لم تحافظ على مكانتها النيابيه. يعني هي يعني سمعتها من سمعه مجلس النواب، او النائب يضر مجلس النواب. فلما نائبه تتدرج لهذا المستوى وتغش وتسيء لنفسها وللمؤسسه اللي بتتبعها بس كده، لا، وتعتدي على المراقب وتعتدي على رئيس الدور، دي نائبه ليه لحد النهارده؟ سبب واحد انا عايزه من حضرتك. نمره واحد، نائبه انا ما اسمعش عنها. انا كمواطن اكيد ما اسمعش عن ال 600 نائب. لكن يعني هو يا جماعه في ايه؟ بتقول للمراقبه ورئيس الدور انت مش عارفه بتتكلمي مع مين. بتتكلم مع مين حضرتك؟ بتتكلم مع خادم الشعب. هو في كلام يزعل؟ النائب خادم الشعب، الرئيس خادم الشعب، الحكومه خادمه للشعب. انتوا اللي نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ يعني ايه تقول لرئيسة الدور والمراقبه انت مش عارفه تتكلم مع مين؟ هتعملي لها ايه؟ لا يا فندم، هي هتشيل عنك الحصاد واحتمال تحبسك لانك اعتديتي على موظفين عموميين اثناء تاديه عملهم. دي موجوده هناك بتراقب عليك عشان انت في الاخر تبقي طالبه ناجحه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه الاداء ده؟ طب ده اداء وارد انه يحصل من بني ادمين، من اي حد، ممكن يحصل من اي حد. لكن انا مش واقف عند الواقعه فقط. الواقعه تحصل عادي وممكن يتمسك نائب متلبس بحاجه او وياما سمعنا ورفعوا حصانات. لكن لما يبقى عندي نائب يثبت لمجلسه انه غشاشا وضبط متلبسا، واحد. اتنين، جاهر واستعرض قوته بمكانته النيابية. تلاتة، اعتدت على المراقبة. اربعة، اعتدت على رئيسة الدور. هي دي نائبة عشان تعمل ايه لمصر؟ الموضوع ده ياخدني لايه؟ ياخدني هي مصر جرالها ايه؟ ما هو دايما مفيش كورة من غير حارس مرمى ومن غير حكم ما تكتملش الصورة. فلما يبقى عندك حارس مرمى متواطئ مثلا، مش محتاج ان انت تبقى شاطر عشان تكسب، هو متواطئ.
احنا الفريق في خراب. لما يوصل الامر انه النائب بتاعي يبقى، يعني يا جماعه حد هيقول لي انت مكبر الموضوع ازاي؟ طب ما بيتمسك النائب في كذا، يا سيدي يتمسك وهيتمسك تاني. انا سؤالي هو المجلس النيابي هيعمل ايه مع النائبه دي؟ المجلس وشأنه، المجلس سيد قراره. يعني انا مواطن هعيش وعندي نائبه غشاشه بتسن لي قوانيني؟ هو ده اللي انتوا بتعلموه لنا؟ هو ده اللي انتوا بتقولوه لنا؟ المجلس النيابي لازم يتصدى للكلام ده ويطهر نفسه. حد هنا يقول لي يا استاذ هيثم يعني هي دي الحاله؟ يا استاذ خد من الحاله دي وكمل. اللي غش في امتحان هيغش في حاجات تانية كتير. اللي باع ضميره باع في ايه؟ في اي حاجه انت عاوزها تحصل. هل انا بأسيء للنائبه؟ انا معرفهاش، وانا مش من طبعي الاساءه لاحد. لكن لما يكون عندي مؤسسه تهان بالطريقه دي عن طريق احد اعضائها، لا مكان لهذا العضو في المجلس. على مجلس النواب ان يطهر نفسه. الواقعه ثابته ومضبوطه متلبسه واعتدت. احنا فين هنا؟ هي الحصانه دي انتوا بتدوها للنواب عشان يعتدوا على الناس ولا عشان تحميه تحت القبه؟ حصانه انا غير معترف بيها من الاصل، بسبب غير معترف ان انت تدي للنائب حصانه. دي النائب حصانه في الشارع ليه؟ يعدي من الكمين ليه؟ يطلع الكارنيه ليه؟ حصانته تحت القبه وهو بيتكلم فيما يخصني. ما دون ذلك انت بتديله حصانه ليه؟ طيب بتديله حصانه عشان يسيء لاهل البلد؟ عشان يغش؟ عشان ياخد حق مش حقه؟ ايه المطلوب؟ يعني هو كان المطلوب ان هي مثلا تنجح هي في سنه ثالثه باين، فتنجح بالغش، وفي رابعه تنجح ما هو ما حدش هيقرب لها بقى عشان النائبه. المراقبه انت مش عارفه انا مين؟ نائبه، فالمراقبه المفروض تخاف. مراقبه طلعت استاذه تمسكت بحقها. رئيس الدور استاذه تمسكت بحقها. انت نائب عليكي امور لازم تتبعيها، عليكي الاحترام، ما تغشيش، تتبعي اللوائح والقواعد. انما شغل كل نائب يطلع يعيش لي في الدور ويعمل لي نحن البربري؟ الله، امال انتوا بتعملوا ايه في مصالحنا؟ يعني اذا كنت انا اقبل ان ده يكون نائب عندي، انا مش هقول نموذج لان نوابنا محترمين ومجلسنا النيابي محترم، نختلف معه بقدر ما نختلف حتى الممات. نختلف، بنختلف مع اداء مؤسسه مش مع اشخاص. كل النواب اخواتنا واهالينا، يغلط يتحاسب، هو مش على راسه ريشه. دي لو مواطن عادي زي حالاتي واعتدت على مشرفه رئيسه الدور والمراقبه، كان زمانه النهارده بايت في النيابه واخد 4 ايام حبس. السؤال، الست دي بايته في بيتها ليه؟ بنت مين في مصر؟ يبقى انا ادخل مجلس النواب المره الجايه بقى عشان اعيش وبرطع في البلد واقول لهم انتوا مش عارفين انتوا بتتكلموا مع مين؟ لا عارفين بيتكلموا مع واحده بتغش. ده انت يا ريتك ما قلت انك عضو مجلس، انت فضحتينا. بتقولي ليه انك عضو مجلس؟ ما غشي وتاسفي واعتذر. لا، انت بتتكلم مع عضو مجلس النواب ومع رئيس مجلس النواب. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ان الدوله منحت حصانه لحد عشان يدوس على الناس ويدوس على القانون والنظام. ده كلام مسخره ولازم ينتهي. انا مستني من النائبه دي انت تخري لي قوانيني؟ انتوا بتتكلموا جد؟ لو المصحف انتوا عندكم امل في كده؟ يا جماعه ان ما كانش المؤسسه هتطهر نفسها، زي اللي يقول لك ايه؟ الضباط ما بيتحاسبوا. لا يا حبيبي، بيتحاسبوا ويخشوا السجن. وحساب الداخليه لما بتقلب على واحد من ولادها بتجيبه من اوله لاخره، ما بتسيبوش الا لما تشوف حكايته. نختلف، اختلف فنيا، ما تهدمش المؤسسه. فلما يجي مجلس نيابي ويحصل فيه كده ويعتدي على دور، طب موقف وزاره التعليم ايه؟ رئيس لجنه التعليم في مجلس النواب مش هيعترض ويطلب رفع الحصانه عنها؟ معالي المستشار الجليل النائب العام مش هيطلب رفع الحصانه لاعتدائها على موظفين عموميين؟ قضيه الحبس فيها وجوبي ولا الحصانه هتحميها؟ والله ان كانت الحصانه هتحميها فلتكن الحصانه هدفا اولا لكل الشياطين في مصر عشان يعملوا اللي هم عايزينه ومحدش يقف في طريقهم. استفيقوا يرحمكم الله. لقد بلغت اللهم فشل. ايه ده؟ حد برضو هنا هيقول لي ايه؟ والرئيس السيسي فين يا عم؟ يا عم ماله الرئيس السيسي الله يرضى عليك؟
عايز ايه؟ الرئيس السيسي يصدر قرار باقاله. يا سيدي يا سيدي، الرخصه لما بتتسحب بتروح تجيبها من المرور مش من المستشفى. الامور بتحصل ازاي؟ دي نائبه غلطت، وزاره التعليم في مذكره اتعملت، في نيابه، في تحقيقات، يطلب رفع الحصاد. لا انا مش عايز استنى الكلام ده كله. بالعلم العام نما الى علم مجلس النواب حدوث الواقعه وثبوتها. حضراتكم هتعملوا ايه؟ ده اختبار بس. معلش يا جماعه، انا مش عارف اسم حضرتك او حضرتك. حد بيقول لي يا استاذ هام جدا بنتي عندها سنه ونص مش عارف اعمل لها عمليه في المستشفى، الحكومه عايزين 2000 جنيه للبنج، بيقولوا هتشتروه من بره والبنت حالتها خطر. طيب انا اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ انا بناشد اي حد، والسيد وزير الصحه، اي حد من اخواتنا في وزاره الصحه، اي حد من المسؤولين في الدوله، مجلس الوزراء، 2000 جنيه ابعتي لي يا ست، اقدر اساعدك ازاي، وانا هنقدر نساعدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يشفيها يا رب ويفرحك بيها وما يضيرك فيها ابدا. طيب ده شكل من اشكال الفساد، والمؤسف انها نائبه صغيره في السن، يعني شابه يعني. طب امال بعد 20 سنه هتعمل ايه؟ واستمرارا لمسلسل الفساد، تم الاعلان عن احاله العضو المنتدب التجاري لشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. واخد بالك يا مش عماد واخد باله. العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، طبعا ما حدش في مصر مش عارفها لوحده، لا معاه 13 مسؤول أحالوهم للمحاكمة الجنائية للتلاعب في قوت المصريين. امال انت محتار ليه يا مواطن؟ والسكر وقبضوا على هي منها فيها، هي منها فيها. انت بتلعب في عينيك وبتشتكي، ما تزعلش، لم ايدك. عضو منتدب ده نمره واحد، يعني انا العبد الفقير الى الله، انا عضو منتدب لشركه مساهمه كبرى. يعني واخد بالك، الراجل ده خدوه هو و13 تلاعب. يا الله. واحالوا له المحاكمه الجنائيه. في الاخر هو الراجل هياخد كام سنه هو وال13 اللي معاه ويطلعوا بالسلامه. ما تدقش. انا وجهة نظري مختلفة. قضايا التلاعب في قوت المصريين وبخاصة في هذا الظرف، اقسمت لكم بالله الناس ما لاقيه تاكل، ويجي شوية كلاب او يعني يلعبوا في قوتهم كده وقوت عيالهم كده. حد يقول لي يا استاذ هيثم ما قبضوا عليهم وحبسوهم، يا سيدي تعذيب سلام ماليش فيه. انا بقول مجلس النواب مدعو الى اقرار قانون جديد لتغليظ العقوبة على التلاعب في قوت المصريين. يدخل يعمل ايه 3 سنين ولا 10؟ احنا مش عايزينه تاني. يعمل ايه؟ ده عمل ايه فينا؟ هو اللي اتعمل في المصريين ده جزاؤه 3 سنين سجن؟ هو ده اللي انتوا شايفينه؟ لا. اذا ما كانش الكلام ده هيواجه بشكل حاسم اكتر من كده، وده لا يحل الدولة من دورها الرقابي، يبقى انتوا بتغلطوا غلطة كبيرة، واقسم لكم بربي ما هيدفع الثمن غيركم. الا قد بلغت اللهم فشل. اهو اعدام. والله انا قاعد مع ناس من شويه بنك اعدام. حضرتك هتعيش معانا ليه؟ راجل حرامي لقمه. ما بتركبش عربيتك يا مؤمن المرسيدس وانت ماشي كده وتشوف خلق الله اللي جعانين والناس النظيفه اللي بدات تشحت اللي ما كانوش شحاتين عشان انت حرامي ولص. ماشي حبسوه. لا انا مش موافق على ده. انا موافق على انه يكون قانون يجعل الفاسد يتوب. حضرتك زعلان من الاعدام؟ ما تسرقش. شايف فيها ظلم؟ ما تظلمش عباد الله وتسرق قوتهم ولقمتهم. دي لقمة يا مؤمنين. استاذ احمد عز الدين، انا قريت كومنت حضرتك بس دي معلومات انا ما اقدرش اكررها.
يعني اسمح لي، انا ده ما انا ما بحبش اقول معلومات الا ما اكون متاكد، تقديري طبعا لحضرتك، لكن ما بكررش، اسمح لي يعني. واذا كان اللي انت كاتبه ده صحيح، ده ادعى ان هذه النائبه ما تبقاش موجوده في مكان. بس عندنا حوار كده داير، مش عارف مصر عامله ايه للبشر، واكله كوز قلبهم. تحس ان مصر دي طلعت عملت فرع في الفضاء وهم حاقدين عليها عشان مش عارفين يوصلوا. ايه الموضوع؟ الموضوع ان كله بيتكلم مصر بتاخد فلوس من الناس اللي عايزه تدخل من معبر رفح، ومصر طالعه تدافع عن نفسها. ليه يا مصر بتدافع عن نفسك ليه؟ احنا فاتحينها سبيل. يا جماعه الخير، انتوا عاملين زي اللي عايز من ابوه كل حاجه، وابوه موظف غلبان على قده ويقول له ما جبتليش عربيه ليه وما جبتليش شقه تمليك، وابوه موظف بيقبض 1500. انت واخد بالك عايز اقول لك ايه؟ يا جماعه الخير، اهلنا في فلسطين فوق راسنا وفي القلب والعين، لكن رب العزه قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هو حضراتكم بتصرفوا على مصر؟ حد يقول لي ده وضع انساني. يا ابني اسكت، انسانك مين؟ ده انت الانساني ونص وثلاث ارباع، ده انت متكسر. هو مصر بتتاجر؟ مصر لو بتتاجر تدخل 2 مليون وتقول لك كل واحد كام الف دولار. مصر ما بتعملش كده. لكن لما مصر تقول لك عايز تدخل تدفع كذا، ما تتنططش وتشتم في مصر. سيب مصر في حالها هي واهلها. تعبان انت قوي، مستخسر، خلاص خليك عندك. حد هنا هيرد عليا يقول لي يا استاذ ما في حالات علاجيه وانسان. انا ما اعرفش الحقيقه تفاصيل الموضوع. انا اللي ملاحظه ايه؟ في ناس سايره وسخنه ان مصر بتاخد فلوس. طب ايه رايكم نتبرع بالموازنه؟ يا جماعه افصلوا بين الانسانيات والمقدره. انا يا جماعه لو في جيبي 10 جنيه وقفتني ست مش هقدر اديها 20، لكن لو في جيبي 100 يمكن اديها لها. ما تطالبنيش يبقى في جيبي 20 واديها. مصر مدغدغه. يعني انت يا اخي، انا اسف جدا، وده بعيدا عن مواطن ونص وعن الدوله وعن كل حاجه. يا اخي انا بلدي متدمره وبموت انا وعيالي، وبلد بتفتح لي باب، بتكلم في قرشين. انت عايز ايه يا عم؟ انا ماليش دعوه باعتباراتكم الانسانيه، انا عندي انسان كمان عايز يعيش. زعلان ليه ان انت بتدفع؟ ما تدفع. حاله انسانيه الدوله شافتها انها ما تقدرش، الدوله هتدخلها. لكن انتوا عايزين يا جماعه الدنيا، انتوا عايزين مصر تقدم لكل الناس كل شيء، ومصر دي طلع عين ابوها. عايزين ايه من مصر؟ احنا ليه ما عندناش ثقافه يا جماعه؟ احنا بنيجي رايحين بلاد مسافرينها بنلتزم بقوانينها. هي مصر لو قالت النهارده المقيم على اراضيها هيدفع 5000 دولار في السنه، مصر حره. هتزعل؟ ازعل يا استاذ. زعلان؟ تعال اديني، تعال اقف معايا، تعال هات لي دولار. حد هيقول لي ما احنا ظروفنا زي لسه، عشان كده بنطلب كده. يا سيدي ماشي انا معاك. طب عايز ايه؟ عايزني الوم الرئيس السيسي انه بيعمل كده؟ طب معاك شويه دولارات اوديهم له؟ انا شوف يا صديقي، انا اكثر من رفض دخول الفلسطينيين لاجهاض قضيه الفلسطينيين. مصر مش هتعمل كده. ورفضت اخلاء القطاع، ورفضت ان الفلسطينيين يدخلوا يقعدوا في سينا ونضرب القضيه الفلسطينيه في مقتل. انا نفس الشخص. لكن يا اخي هو في ايه كل ما جنيه يخش للبلد دي في ناس بتولع عليه كده؟ انتوا عايزيننا نموت؟ يعني انتوا حتى البقاء انتوا مستكترينه علينا. زي ما يطلع بعض من اخواننا العرب ويقول له ادبهم على الجيش ويقول بيعمل جمبري. بيعمل جمبري احسن من اللي ما عندوش جيش، واحسن من اللي جيشه خانه، واحسن من اللي جيشه ضيعه. انت مالك انت ابن البلد عشان تقول انا اقول الكلام ده؟ انت بأمارة ايه؟ لا جيش مصر هو اللي حاميك بالجلابيه والعقال، واوعى تفتكر غير كده. ما تعيش الدور بالجنيهين اللي معاك. مصر تاخد جنيه؟ لا ده مصر، وقلت لكم مصر هتطلع خاينه في كل الاحوال. دخلت الفلسطينيين خاينه، ما دخلتش الفلسطينيين خاينه ورمياهم في الصحراء. مصر هتطلع خاينه اكتر مما تتصوروا. طب اهي مصر بتدخل الحالات الانسانيه او من تراه. هو مصر دي يا جماعه هتدار من على اللايف او من على الفيسبوك. مصر شايفه امور معينه، توافق على اللي توافق عليه بالشروط اللي تقرها. حضرتك عايز تيجي اتفضل. مصر قالت الشروط كده.
زيها زي اي دوله. الشروط كده. عاجبك؟ عاجبك؟ مش عاجبك خلاص. طيب في يا استاذ هيثم حالات انسانيه ما يقدروش. على راسي يا عم، يا عم على راسي. اطالب الدوله انها ما تطالبهمش بمليم، انما ما تطلعش انت تسخن عليا عشان مصر تاخد دولار. لا يا حبيبي، مصر محتاجه دولار وهتضرب ايديها تحت الارض تجيب دولار. مصر ما بتجيبش دولار، حرام. انتوا عايزين ايه؟ هنحاصر مصر نقطع فيها لحد ما تصفى؟ ايه يا جماعه في ايه؟ وبعدين هو كان حلو لما كنتوا بتدفعوا الحماس 5000 و10000 دولار عشان يحطوكوا في التنسيق وتدخلوا؟ ده كان حلو. لما مصر تاخد، لا. ايه ده؟ ايه ده الكلام ده يا جماعه؟ يا اخي انت عايش في موت وضرب نار انت واهلك، ولقيت بلد هتدخلك وتستضيفك الوحيده. ده انت اخواتك العرب مانعين دخولك. جاي زعلان ان انا باخد منك مليم؟ ما انت داخل على ارضي وتعيش تحت سمائي وفي حمايه رجال الامن بتوعي والقوات المسلحه بتاعتي، وتتعالج في مستشفياتي وتاخد الدعم بتاعي. داخل تزاحمني ومع ذلك ما اتكلمتش. على راسي يا عم، ربنا يجعل مصر ايد عاليه على طول وحضن كبير لكل الدنيا. لكن ما ترفضليش الخير. انا عايز اعيش، عندي بلد عايزه تعيش. ما سرقتكش، بقول لك تدفع رسوم كده؟ لا، والمقيم على اراضيها يدفع قد اللي بيدفعه 5 أضعاف. ما يقدرش، دي قصه تانية الدوله تشوفها تعمل بحث اجتماعي. انما يا جماعه النهارده بعد اذن حضراتكم كل واحد يدور على مصلحته. احنا ما بعناش فلسطين. خلي بالكم، مصر الوحيده اللي واقفه موقف رجولي مع الفلسطينيين حتى لو لم يرضيني، لكن واقفه وشايله الطين. واللي زعلان انه بيدفع كام دولار على المعبر، انا قواتي المسلحه منتشره على الحدود بتصرف كل يوم ملايين من الاخضر اللي انت زعلان انك بتدفعه. ازعل، اتفلق، ما تخشش. احنا مش هنقعد نحسس على بعض، احنا فينا اللي تكفينا. استفيقوا يرحمكم الله. الا قد بلغت اللهم فاشهد. ده مصر دي زي ما يكون لقوها في الشارع وكل واحد عايز يقطع له حته. مصر تاكل؟ لا، ما تاكلش مصر. يا سلام. زودوا رسوم دخول. زودنا وهنزود. عايزين ايه؟ نعمل ايه؟ عايزيننا نتكشف؟ يعني لو كشفنا في دين هتيجوا تسدوا لنا اللي زعلانين؟ ازعلوا كده. بحر ابيض وكده بحر احمر، اشربوا من اللي يعجبكم. استغفرك واتوب اليك يا رب. استاذ ماجد زعلان مني وبيقول لي ليك مواقف غير موفق فيها وبتقول كلام براحتك وعايز تفرضه خلاص. انا عايز افرض ايه يا عم ماجد؟ انا ما بفرضش حاجه على حد، ده رايي. عايز ايه؟ تفتح البوابه اخش فور فري؟ انت عايز كده؟ انت مش راجل، انت ما بتفهمش في امور الدوله. انت فاكر الدوله دي ايه؟ انا وانت واللي قاعدين على البث؟ الدوله دي 120 مليون نفس يا بيه، معرضه للخطر من كل حته. ما جيش اخد منك رسوم تزعل. هو احنا بنقول ايه؟ هو احنا تاجرنا بيهم؟ ده رايي يا حبيبي، ما وافقش على حد. انا مش سلطه في الدوله، انا حيالله مواطن. رايي لا يودي ولا يجيب، بس ده رايي بقوله للدوله. لا، ما بقولوش للدوله، انا بقوله لاخواتنا اللي زعلانين. انت مختلف معايا حضرتك يا فندم، ادفع لهم وخدهم من بيتك. انا مش عاوزك تزعل خالص. انا بلدي مدغدغه ومش واقفه على رجلها. بتكلمني في ايه؟ مواقف ايه؟ هو انا بقول بيع القضيه؟ تركيا رحلت اللاجئين من عندها لما الاتحاد الاوروبي رفض يديها مساعدات. احنا ما بنقولش ترحيل لاجئين، دول ضيوف يا عم. احنا ما بنقولش كده، ونحتضنهم وكل حاجه. لكن بنقول ايه؟ اذا اشتغلت في مصر وعليك ضرايب لو سمحت ادفعها. التزامات البلد اللي انت مقيم فيها لو سمحت ادفعها. احنا 10 مليون في مصر ممكن يأذوا مصر اذى جامد. في دولة عندها 10% من سكانها ضيوف؟ ده فين ده؟ قولوا لي كده على اسم بلد. خلاص يا فندم، حضرتك عايز تبقى هنا، الدولة دي وضعها يمشي على حضرتك. مش عاجبك روح دولة تانية بس. حسام بيقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. احنا ما وقفناش مع اخواتنا الفلسطينيين يا جماعة؟ مش واقفين؟ مطلوب ايه؟ نبيع القضية وندخلهم؟
هنبقى خاينين. سيبناهم بره ورفضنا حفاظا على القضيه والقطاع، خاينين. ادينا النهارده بقينا خاينين وبناخد فلوس. لسه اللي جاي محدش جاب سيره دوله عربيه تانية بايعه القضيه. على راي الاستاذ ابراهيم، اثيوبيا بتعمل مينا في الصومال عشان ما عندهاش بحر، بمساعده الامارات والاتفاق مع الامارات. واخد بالك انت يا عماد؟ يا عماد تعال، خلي بالك. هنتكلم في ايه ولا ايه؟ اقسم بالله انا ببقى طالع ما عارف اتكلم في ايه ولا ايه. عشان كده انا رافض كل الدعوات اللي بتطالبني ايه، اطلع كل يوم، ثبت يومين في الاسبوع، اطلع. انا كده بقيت اعلامي؟ لا، ده انا كده هطلع كل يوم يتحرق دمي في حاجات وابقى شكلي طالع ضد كل حاجه. لا يا فندم، انا بتكلم في الامور اللي بتستفزني وشايف ان ليا راي واقدر اتكلم فيها. عايز تتخانق معايا ولا حاجه؟ في نقطتين متصلين ببعض عايز اتكلم فيهم بسرعه كده. نقص الدواء ومغالاة الاطباء المستفزه، وبخاصه ولا بلاش خاصه، خليها خاص. دكاتره الاسنان ودكاتره التجميل. هتقول لي بقى انت التجميل ده بتاع الاغنياء؟ لا، ما ممكن واحد محروق، ممكن واحده حصل، انت فاهمني؟ مش لازم تاخدها كده خالص. طيب، ايه الفيزيتا بتاعت الدكاتره دي؟ وايه واحد يروح يعمل سنانه ب60 و70 الف جنيه؟ هو السؤال السنان غليت ولا الجنيه رخص؟ طيب هنا هنتكلم عن ايه؟ فين الرقابه؟ طيب يقول لك روح اعمل تحليل عند الاستاذ هيثم في الحته الفلانيه، واعمل اشاعه عند الاستاذ طارق في الحته الفلانيه، واللي مش عارف ايه اعمله عند الاستاذ عزت في الحته العلانيه. وايه تاني؟ اقلع فين وانام فين؟ في تركيبه كده. فين الرقابه؟ فين الرقابه وفين الدواء اللي مش موجود؟ وازاي راجل مسن 84 سنه ينزل يلف 18 صيدليه عشان مضاد حيوي اسمه فيسوكورت؟ كنا ده موجود يعني، عارف زي ايه، زي الريفو كده. مفيش. راجل عنده 84 سنه لف 18 صيدليه على رجله عايز فيسوكورت. عارفينه؟ موجود في كل بيوت، حافظ عليه لحسن ده مش موجود. ده مودينا فين؟ طب اتكلم هنا عن رقابه ايه؟ رقابه الصيدليات، رقابه الدواء، رقابه الاطباء. هو يا جماعه هي الرقابه في مصر اتلغت ولا موجوده بس مريحه؟ دي بتقضي ودي بتقضي. اتلغت، يعرف المواطن كده انه قاعد على حجر نفسه. عيش يا برنس حياتك، زي ما تفضلت الحكومه كده وقال لك انه ضبط الاسعار ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا ان نظبط السوق، اما الاسعار احنا سوق حر. طلعنا احرار يا عزمي، واحنا ما كناش فاكرين كده. فكله بقى ايه يعني؟ لسه كان قاعد معايا ناس دلوقتي يقول لك يا استاذ هيثم اشتري الصبح بكده والمغرب بكده وابعت الواد بالليل يجيب لي بكده. ديفندي ده عايزين استثمار يعمل ايه؟ عايزينه يجي يعمل ايه؟ كده؟ انتوا متاكدين؟ يبقى علمونا التعليم الصح اللي احنا ما اتعلمناهوش، لان اللي اتعلمناه بيقول ان اللي بيحصل ده غلط. احنا بنعاني في اكل، في شرب، في دواء، في اسعار عربيات، في اسعار. يا جماعه النهارده تيجي تسال على شقه تلاقي يقول لك ايه؟ تبدا من 9 مليون جنيه. تبدا من، يعني مش ب9 مليون ويخبطك على وشك، لا، هو جايبك من ايه؟ من رجلك. 9 تروح هناك تلاقيها احقر شقه عنده. يا ترى الشقق غليت ولا احنا اللي رخصنا؟ استفيقوا يرحمكم الله، الا قد بلغت اللهم فشل. برضو عايز اتكلم في نقطة الدولار. انا راجل دلوقتي، انا شخصيا عندي مصنع عايز اشغله ومحتاج حاجات من بره، مش لاقي دولار، اعمل ايه يا مصر؟ قدامي طريق من الاتنين: يقفل المصنع ويلغي الفكرة، يتحبس. ليه يا مواطن ونص؟
ما انا هدبر من السوق السوداء، فدي جريمه فاتحبس. تنصحوني بايه؟ اقفل المصنع واهد الحلم وعنه ما اتعمل، ولا اروح اشوف حد تاجر سوق سوداء اخد منه الدولارات ويمسكوني وانا معاه؟ انا مش عايز نصيحتكم انتوا عشان انتوا مش هتعرفوا تنصحوني، انا عايز نصيحه مصر. الا قولي لي يا مصر اعمل ايه؟ مواطن ونص في انتظار اجابه مصر. يا ريت مصر ما تتاخرش. الا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. يا جماعه ده في ادويه الشركات غيرت العلبه من علبه صغيره، كبرت لك العلبه خليتها قد كده وهو شريط. مين اللي دافع حق العلبه؟ سيادتك. هو عمل لك كده بس نحن البربري، خد. واخد بالك انت؟ هو نفسه، هو لو باع لك الشريط ووفر لك حق العلبه يبقى ابن حلال، انما هو عايز ينفخك بالعلبه ونفخك. احنا يا جماعه الخير بدون استثناء بنعاني معاناه شديده جدا مع الغلاء المتوحش اللي حاصل معانا واللي داير من فتره، واللي سوف يتوحش اكثر واكثر الايام القادمه. ده طبيعي. يعني انت خليك مستعد وجاهز لامتصاص الصدمات. ده كلامي؟ لا، ده كلام وزير التموين بتاع مصر، مسؤول قوت الغلابه، مسؤول قوت اهل مصر. قال لك على المصريين الاستعداد لامتصاص الصدمه. ومفيش حد في مصر مختلف على ده. يعني تسأل عيل صغير متفق، السيد الرئيس نفسه في غلاء، الحكومة في غلاء. طيب هذا الغلاء بيقابله ايه؟ فشل حكومي تام وذريع في التعامل معه وضبط الاسواق. الاسواق ركبت كل حاجة في مصر، التجار بقوا مراكز قوة في مصر. طيب حلو جدا. فانا طلعت قلت يا جماعة طيب ما هو طالما ده اصبح امر واقع، احنا قاعدين نتخانق ليه؟ خلاص هي دي الجمهورية الجديدة. طب لو سمحتوا زودوا لنا المرتبات. انا كده غلطت يا مصر؟ زعلانه مني يا مصر؟ ازعلي بقى، ما انت كده مش مصر. زودوا لنا المرتبات. ده طلب حرام يعني ولا حاجه؟ مش حرام. واتكلمت عن الموظفين، انه حتى موظفين الجهاز الحكومي والاداري اللي هم الدوله عارفاهم نزودهم عشان يقدروا يعيشوا. اتكلمت عن اصحاب المعاشات اللي بيبكوا دما ومفيش حيله، مش هيقدر ده ينزل يشتغل ولا يشيل ولا يحط ولا يودي ولا يجيب. هو ودى كل اللي عنده للبلد دي وركن. يرتاح؟ لا. طب ليه؟ ده يرضي ربنا؟ طب احنا بنقول ايه للي جاي للموظف الحالي؟ طيب موظفين القطاع الخاص يا جماعة، إن ما كانش فيه فهم عند اللي فوق سواء حكومة أو رجال أعمال أو أصحاب أعمال أو زي ما أنت عاوز تقول للواقع الحالي، إنه أعراضه الجانبية ستشكل خطر على رجال الأعمال، على الحكومة، على النظام، على كل شيء. اللي مش فاهم ده يصحى. أنا أقدر النهاردة أكل ناقص طاقة، بكرة كمان بعد بكره هبمبك، ما هعمل مشاكل. فانا قلت الاعراض الجانبيه وما وصفتهاش. اللي حاصل ده كله مش اعراض جانبيه، اللي حاصل شكاوي. طب الاعراض الجانبيه حدث ولا حرج. طيب هل زياده المرتبات هتحل المشكله؟ ده لو مفيش تضخم بقى والكلام ده قصه تانية خالص. لكن اللي عايز اقوله ايه؟ عليكم ان تجعلوا المواطن قادرا على الحياه. مفيش كريمه، ماليش دعوه بكريمه خالص، انا ما بحبش كريمه اصلا. حياه فقط، اللي هي ياكل ويشرب وينام ويعلم عياله ويتعالج. ما في، مش هيشتري بدل، هو عيب، حرام. ما فيش عربيات، حلم شراء عربيه انتهى. حلم انك تشتري عربيه، العربيه اللي كانت ب 40,000 بقت ب 800,000 جنيه يا مصر. اذا انت عاوز تشتري عربيه، ده انت حضرتك الشقه اسهل. اصبح الاكل، الشرب، الدواء، العربيه، المنتجات اللي بنستهلكها، كل شيء يا جماعه فيه مشكله. كل شيء خدني
مش عايز اقول بقى عشان شمطني. طيب انا في ايدي حاجه كمواطن؟ لا والله، انا راجل بروح الشغل واجي من الشغل. عايز خامات ما بلاقيش خامات، الخامات غليت ليه؟ مفيش طب عايز دولار استورد؟ لا والله مفيش. طب اروح فين يا جدعان؟ ودوخيني يا لمونه دوخيني. طب اعمل ايه؟ ما اعملش حاجه. طيب هتقول لي الدوله ملهاش دعوه، امال مين اللي ليه دعوه؟ دوله تانية اناشدهم؟ مين اللي ليه دعوه؟ الناس دي هتعيش ازاي؟ انتوا ما سالتوش نفسكم ازاي الناس قادره لحد النهارده تعيش؟ اللي عنده مدخرات راحت، اللي لابس دهب باعه، اللي عنده حته ارض باعها، اللي عنده شقه بيأجرها بقى. الناس عماله تحفر عشان تعيش. الى متى سيستمر هذا الوضع في ظل صمت حكومي من وجهه نظري؟ مش انا اللي هقيم الحكومه واقول الحكومه تمام. هيصحوا المصريين كلهم يقولوا القرار ده زي الفل، يبقى هنا الحكومه اتصرفت صح، مش مواطن ونص اللي هيقيمها. امتى حصل ده؟ هل في مصريين راضيين عن اداء حكومه الدكتور مدبولي؟ بتقضي ولا بتقضي. حد تاني هيقول لي هنا انت بتتكلمش عن الرئيس السيسي. يا بنت مش اخترت السيسي، ما تتكلمش معايا تاني، انتهى كلامك معايا. عايز حكومه اقتصاديه مستقله تشتغل وتعمل الصح بس. انت عايز ايه؟ احنا ما قدامناش اختيارات يا استاذ، اهدى شويه على نفسك. والكلام في الفايت نقصان عقل. صلح مؤسساتك واطلب تغيير الحكومه بحكومه اقتصاديه مستقله، مجلس النواب يقوم بمهامه والدنيا تمشي. ولو مش عايز الرئيس ان شاء الله الانتخابات الجايه بقول له لا. انا نزلت قلت له لا، انا نزلت قلت للرئيس السيسي لا بس. وانا قلت ده قبل واثناء وبعد. لن انتخب الرئيس السيسي، وبالفعل اقسم بمن رفع السماء بلا عمد لم انتخبه. ليه؟ دي قناعتي الشخصيه، انا ده رايي. فما تقعدش بقى تعيش والسيسي طب عايز ايه من السيسي؟ نعمل ايه؟ اللي قدامنا كده. هنتكلم في غير كده ناس بنضيع وقت وعايزين مشاكل. الا قد بلغت اللهم فشل. استاذ سعودي عبد الوهاب بيقول لي الملايين الموجوده غير المصريين احد اسباب الغلاء، وفي المستقبل هيكونوا ما هم عايشين بقالهم كتير. اشمعنى النهارده يا استاذي؟ احنا بعد اذن حضرتك احنا فاشلين، فبندور في دفاترنا القديمه. انت واخد بالك انت؟ يعني زي مثلا عيال اختك كانوا قاعدين عندك والدنيا تمام، فجاه بدات تضيق بيك الدنيا، مش هتمشي عيالك، هتمشي عيال اختك. مش كده برضو؟ لا، دولة زي مصر بحجم مصر ما تنفعش تبقى كده. فكر يا فندم ازاي تبقى ناجح، مش تفكر ان عندك 9 10 مليون ضيف او لاجئ او تسميهم زي ما تسميهم وعاملين لك ازمه وبياكلوا لقمتك. طب ما هم بياكلوا لقمتك من قبل كده، جرى لك ايه؟ حياتك يا فندم قاعد ما بتشتغلش، حياتك يا فندم بلد ما بتنتجش ولا بتصدر ولا بتزرع ولا بتعمل حاجه عشان تجلب موارد دولاريه. حضرتك كل حياتك ازاي الدولار وناسي الجنيه. بتكلمني هيعملوا لك ايه؟ انت اما تمشيهم يعني هيبقى تمام؟ ده كلام مش مظبوط. وما ينفعش تاخد مصر وتنزل بيها تحت كده لمجرد ان مصر بتمر بظروف. طب مصر بتمر بظروف يبقى نبيع القضيه الفلسطينيه ونطلب من العالم الغربي كله تريليون دولار عشان ندخل ال 2 مليون فلسطيني عندنا، وهناخده. انا بقول لك هناخده تريليون. نعمل كده؟ لا، دي مصر. انا وانت نعمل كده ناس صغيره على قد، انما مصر ويتكتب في التاريخ مصر. هي مصر دي بقت كره في رجلينا بنلعب بيها. ربنا يديم علينا نعمة مصر يا أهل مصر. أخلي بالي على نفسي ليه هيقبضوا عليا يا أستاذ أبو وهاب؟ قول يا رب، فما ظنك برب العالمين. أي مواطن مصري النهارده تسأله تلاقي في حاجة ضربت في وشك. يعني انت تقول له ايه الاخبار، عامل ايه، بس عايز تجيبه كده، ايه اخبار الدنيا عامله ايه معاك والشغل وبتاع، واسكت بقى. تقعد ساعتين تسمع ما لا لذ ولا طاب. طيب ده بيقول ايه؟ بيقول ان المصريين عندهم حاله قلق، توتر، ترقب، ضيقه، خنقه، حدث ولا حرج.
واحد هيقول لي يا عم سيبك من المصريين ما بقالهم كتير كده، اقول له لا، اصحى لنفسك وما تقولش كده تاني. ما تدقش على المسمار كتير وتفكر في الشاكوش. ما تهتمش بالشاكوش، اهتم بالمسمار. يا جماعة الخير، في كلمتين ونص، محدش في مصر فاهم حاجة. واتصور انه احنا محتاجين رأس الدولة يكلمنا في خطاب اسمه حال مصر. يعني ايه؟ انا وزير التموين المسؤول عن البتاع بيقول لي مش عارف ايه. يا راجل طب انا اتكلم معاه ده في ايه؟ ايه؟ تروح لسيادة الفريق كامل الوزير في النقل والمواصلات يكلمك طب ايه؟ مفيش حد. رئيس الوزراء طلع قال لك يعني ما يا جماعه في احنا عملنا لكم، عملنا زي ما قلت كده ان هو عدد شغله واعتبره جميلا على المصريين. ولكن ما نقدرش نعمل حاجه زي كده، وان انتوا لازم تشاركوا معانا في كذا وكذا وكذا، ومع عظيم احترامه وتقديري لشخصه كلام ما يلزمنيش اسمعه ولا ناقشه. بل بالعكس انا هقول له لا، ده احنا بلد مدغدغه طالعين من حرب 67 وحضرتك مطلوب منك بحكومتك ان انت تعدينا الشط. ده اللي افهمه، وده السبب الوحيد اللي اقبل وجودك عشانه. انا لو طاير في السماء انا مش محتاج حضرتك ولا الحكومه في حاجه خالص، ماشيه لوحدها. انما حضرتك بتقول لي ان الظروف، امال انا اقول ايه؟ فيا جماعه الحكومه سواء رئيسا او اعضاء تحس ان تصريحات استفزازيه ما بتوصلكش وما بتطمنكش. وانت النهارده كمواطن فقدت فكره او فقدت القدره على الطمانه، او رفضت الطمانه. ليه؟ انا عايز اشوف، انا بسمع. يا بيه رئيس الوزراء طالع من كام يوم بيقول تصريح انه مصر نهضه ايه والعالم كله ايه. قمت انا قلت يا جماعه طب انا غلط؟ ما هو ده برضو اللي بيقول مش راجل صاحبي، ده رئيس وزراء مصر. يعني اللي بيقوله ده يحاسب عليه عنده. طب انا مش حاسس ليه؟ طب هي النهضه من وجهه نظركم ان المواطن ما يحسش؟ طب لو سمحتوا مش عايزين نهضه، عكسها ايه؟ طيب ايه الحل؟ انا يا جماعه شايف الحل ان الرئيس السيسي يكلمنا عن خطاب حاله مصر في جميع مجالاتها. البلد دي فين؟ وضعها في الديون ايه؟ ملف سد النهضه ايه؟ رايحه فين امتى؟ البلد دي بتاعت ايه؟ بتبيع ايه؟ بتتاجر في ايه؟ مشهوره بايه؟ كنا زمان قطن وحاجات حلوه الله يرحمه. طيب احنا النهارده لما حد يقول لي مصر بتاعتكم دي بتاعت ايه؟ ارد اقول له ايه؟ مين اللي يقول لي ده؟ احد اعضاء الحكومه الساده الوزراء؟ لا اسف يا فندم، الراجل المنتخب رئيس الجمهوريه اللي ما قاليش في برنامج بس وعدني رئيس حملته وقال لي نصا الفتره القادمه 6 سنوات ستشهد تغيرا ملحوظا في احوال المصريين. انا هستنى 5 سنين وبعدين اسال هو كده في الواسع؟ طب ازاي؟ طب حد يقول لي ما هو الرئيس طلع ازاي ساب كتير واتكلم. يا جماعه الرئيس بيطلع يتكلم من وجهه نظره. ارجو من سياده الرئيس انه يطلع يكلمنا عن خطاب حال مصر من وجهه نظر المصريين. ولو سمحت يا سياده الرئيس، انا اذا كنت قاعد تحت فهذا لا يعيبني، يا تاخدني فوق يا تنزل تحت تشرح لي البلد دي فيها ايه بيحصل وانا هعيش ازاي وامتى والى متى سيستمر هذا الوضع. اما غير كده يا جماعه احنا عايشين مش فاهمين حاجه، وده اخطر مناخ حتى لو كنا صامتين. يظن البعض ان الصمت استقرار، ان الصمت امان. انا بقول لكم لا، الصمت ولا امان ولا استقرار. احنا طالبين ايه؟ طالبين نفهم. طب ما انا ما اقدرش النهارده اقول ايه؟ لا الرئيس السيسي لازم يسمع بقى ويبقى ده موضوع، ده راجل رئيس دوله وهو اضرب حاله، وانا مواطن فقير الى الله بقول اللي جواي. لكن الوضع يا جماعه ثبت انه على مدار هذه السنوات، انا اسف، احنا في وضع يسوء يوم بعد يوم. طب ايه المتوقع؟ اسوأ. حضرتك احنا في انتظار تعويم. طيب الرئيس مش هيطلع يكلمنا عن التعويم ده والاستعدادات ليه والاجراءات وايه الصح وايه الغلط ونعمل ايه وهنعدي ازاي؟ طب موضوع اخواتنا اللي بيحصل فيهم كده ده والحشد قواتنا المسلحه اللي عاملينه وبنستنزف ملايين الدولارات يوميا ولا جنيهات ولا غيره، ده مش هيكلمنا فيه؟ سد النهضه اخره ايه مش هيكلمنا فيه؟ غلاء الاسعار اللي ماشي مش هيكلمنا فيه؟ الصناعه الزراعه التصدير الانتاج مش هيكلمنا فيه؟ عملتي اللي راحت مش هيكلمني فيه؟ طب الرئيس هيكلمني في ايه؟
يا جماعة حتى تبقى رسالة طمأنة من رأس الدولة للداخل أولا والخارج ثانيا. موقفنا مع الدول العربية دي أنا عاوز أفهمه من فم الرئيس. الناس دي سايبانا وباعتنا وبتبيع وبتشتري فينا ولا واقفين معانا؟ عربي. ليه؟ أنا مواطن عايز أفهم، عايز أكتب تاريخي، عايز أعرف إيه اللي بيحصل عشان لا أظلم حد ولا أجي على حد. فيا جماعة الخير، الوضع الحالي حاليا اللي هو سيسوء في خلال الأيام والأسابيع والشهور. هذا الوضع خلاص الحكومة من وجهة نظري والله لو طلعت بكرة قالت لي الدولار كمان 3 أيام هيبقى ب20 جنيه والله ما مصدق. ما هو طالع الأستاذ بكري بيقول لك الدولار في فبراير خلاص هينهار. فكرني ب 2017 طلعوا كلهم قالوا نفس الكلام وما انهارش، أنا اللي انهارت. عايزني اصدق مين؟ لا، رأس الدولة مسؤول يكلمني، وكان مسؤول انه يقدم لي برنامج وما تقدمش وتقدم رؤية. ما بين البرنامج والرؤية يا سيادة الرئيس انا ضايع، عايز افهم بلدي فيها ايه وهيحصل ايه وهنمشي ازاي وملفاتنا الساخنة المفتوحة هتتقفل ازاي. الا قد بلغت اللهم فاشهد. الواحد حتى مش قادر يقرر هو هيعمل ايه. البث فيه تشويش، هو انا عكيت ولا ايه؟ عماد زعل. اوعى عماد يزعل مننا، هيبقى مشكله. احنا عايشين فوضى فعلا. فوضى، مش فوضى بقى في الشارع، عايشين فوضى. احنا عايشين فوضى سعريه، فوضى اخلاقيه، فوضى مجتمعيه، فوضى اعلاميه، يا مؤمن ايه ده؟ رئيس جهاز حماية المستهلك طالع بيحذر المواطن المصري من الإعلانات اللي في السوشيال ميديا الوهمية. يعني أعمل إيه؟ طب افرض أنا راجل على قدي والضحكة، أمال حضرتك بتعمل إيه؟ أنت شفت عمرك رئيس مباحث يطلع يحذرك في حرامي في الدايرة؟ بيقبض عليه وأنت ما بتعرفش، تبقى نايم. انا طولت على حضراتكم، ارجو ان انا ما اكونش ازعجتكم. واتمنى من الله ان شاء الله انه يصلح الاحوال ونصحى على وطن نقبل العيش فيه. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي وتقديري واحترامي لكم جميعا. تصبحون على وطن تفخرون بالعيش فيه يوما ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.